السلام عليكم إخوتي وأخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في البداية لابد من التوقف عند المسرحية التي انتهت رسميا، وهي مسرحية ما سمي بهروب الجنرال ناصر الجن. لقد تناول وسائل إعلام فرنسية ومغربية ومالية وإماراتية هذا الخبر على أنه مؤكد، وروجت له على نطاق واسع، لكن في الحقيقة لم يكن سوى وهم وكذب وافتراء. ولكن كما عهدنا الجزائر دائما، فهي تخرج أقوى من هذه الحملات، وتثبت أنها دولة قائمة بمؤسساتها وقراراتها السيادية. من المثير للدهشة أن صحف عالمية بحجم لوموند الفرنسية، إلى جانب 3 صحف إسبانية وصحيفة أمريكية، انساقت وراء هذه الأكاذيب وتداولت خبر هروب الجنرال ناصر. هذا يظهر بوضوح أن الجزائر مستهدفة إعلامياً على أعلى مستوى، وأن الهدف هو ضرب استقرارها وتشويه صورتها أمام الرأي العام الدولي. وفي خضم هذه الأحداث لا يمكننا أن نتجاهل ما قاله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي هدد بالعودة إلى أفغانستان ووجه إنذارات لحركة طالبان. قد يبدو هذا خبراً جانبياً، لكنه في الحقيقة يمس الجزائر من زاوية معينة، لأن أي توتر في المنطقة يؤثر على الأمن الإقليمي والدولي، وهو ما يجعل الجزائر حاضرة دائماً في معادلات الاستقرار. أما عن الدوافع الحقيقية وراء هذه الحملة الأخيرة ضد الجزائر فهي واضحة. هناك أطراف مرتبطة بالمخزن المغربي، وأخرى تابعة لدول معادية تعمل ليل نهار على تمويل القنوات المعادية ونشر الإشاعات المغرضة. الهدف ليس فقط إساءة الجيش الجزائري، بل أيضاً تشويش على القرارات السيادية المهمة التي اتخذتها الجزائر مؤخراً. ومن أبرز هذه القرارات ما نشرته الجريدة الرسمية بشأن إنهاء الاتفاق مع فرنسا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية. هذا القرار الذي أزعج باريس كثيراً يؤكد أن الجزائر لا تقبل التهديد ولا تسمح لأي طرف خارجي بالضغط عليها، بل إنها قادرة على الرد بحزم وحماية سيادتها. هكذا نفهم أن كل هذه البروباغندا لم تكن سوى ستار للتغطية على فشل المخزن في الداخل وعلى أزمات يعيشها خصوم الجزائر. وما نراه اليوم من أكاذيب متناقضة، حيث يكذب بعضهم بعضاً، يثبت أن معسكر الأعداء يعيش حالة ارتباك كبيرة. وفي النهاية يبقى واجبنا نحن أبناء الجزائر أن نكون واعين لهذه الحرب الإعلامية، وأن ندعم الصفحات الوطنية ونقف إلى جانب جيشنا ودولتنا. فالمعركة اليوم ليست عسكرية فقط، بل هي أيضاً إعلامية وسياسية. وكما نجحت الجزائر في تجاوز أزمات أكبر في الماضي، ستنجح اليوم أيضاً في إفشال هذه المخططات. فلنحافظ جميعاً على وحدتنا، ولندعم وطننا بكل قوة، ولنكن يداً واحدة في وجه الحملات التي تستهدفنا. الجزائر أكبر من أكاذيبهم وأقوى من كل مخططاتهم.